بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. يا تعمل ايه يا ريس؟ السلام عليكم. بركاته. عامل ايه يا جنايني؟ الحمد لله، الله يخليك ويطال علينا. هتعمل ايه امال؟ هنقلم النخله والله. تقلم النخله؟ ايوه. قالت لك قلمني النخله؟ ما ها لازم تتقلم. النخله لازم ايه؟ تتقلم. ليه يعني؟ ما عشان واخد بالك النخل الجريد اللي فيها هذا زي البني ادم. الجريد زي البني ادم؟ زي البني ادم لما لك تحلق راسه. اي هيفوق وهيفتح. يعني هو الجريد لما تشيله هتخلي النخله خفيفه دهوات ومصحصحه وظاهره. ايوه. وظاهره. ايوه وبلح الزبيطها تطلع زينه والبلح بتاعها زين. البلح ايوه يبقى حلو لما تشيل الجريد. أيوة. يا سبحان الله، معلومه يا اخي. الناس اللي معديه ما تضرهاش. برضه الجريد لما يبقى مهلب يضر الناس بالضبط. حصل صدق صح. لما تتقلمها تنور زي البني ادم، زي ما يروح يحلق البني ادم راسه كده. البني ادم لما يحلق راسه تلاقيه ينور كده ورجع شباب. النخله لما تتقلم ترجع شباب. ما احنا هنقلموه عشان كده. حصل. طب والبلح يضرش البلح؟ لا قليم الجريد زين للبلح يا راجل. والله. يعمل ايه للبلح؟ واخد بالك يخلي الزبائن كثيره وزينه عفيه وبلحتها نظيفه وزينه وحلوه. يا سبحانك يا رب. ايوه الجريد ده يمص من النخل. جدع. طب ما في ناس هتسيب لك النخله لما الجريد بتاعها ينشف فوقيها. لا، ما هي ليها حدود في التقليم. حدودها فين طيب؟ لغايه فين؟ نجيبها لغايه القلب ولا فين؟ لا تسيب، واخد بالك الجراد اللي في القلب بس. اللي في القلب هاند لغايه دي. الناس صالح فيها اللي في القلب. لا، الجراد اللي في القلب دول تسيبهم. باقي ما باقي الجريد والكرنيف واخد بالك والليف ده كله يشال. طب ورينا الطريقه هتقطع لما انت هتقطع بيها بالمنجل ولا ببلطه دي؟ ما بالمنجل زي ما انت. طب اقطع الجريده ثاني ورينا قد هتتقطع لميها؟ من الكعف مثلا ولا من نصها ولا منين؟ ارميها يلا. ورينا هتقطعها منين؟ ورينا. يا بسم الله. ورينا المعلومات عشان الناس اللي مزارعين نخل ما عارفينش المعلومات. نوصلوهم. ايوه. تجيبها من قلب ايوه. كده ايه؟ ده انت اخذتها من الكعف على كده. وريني منظرها كده. من الكعف من اخرها. والله تصدق بقت الصح حلوه. نور الصح. لا يا عم يديك العافيه يا جناين. الله يبارك فيك. طب والجريد ان شاء الله ليه عازه معاك؟ ايوه ليه عازه. ايه عازه الجريد؟ عازته واخد بالك هيعملوا منها القفاصه. القفاصه اللي هتحط فيها طماطم. وزينه يسقفوا منه برضه. الناس اللي ما قدرش تجيب حديد تسقف منه. واخد بالك معاك حوش للبهام تسقف. يعني ده النخله كلها فوائد كثيره وبرضه كل واخد بالك الكرنيف ده زين. فين الكرنيف ده؟ هنعمله على السبح بيده. ايوه. هتصدق ده الليفه ده هنسبح بيها اني. هتسبح بيها وهتعمل منها احبال. طب ممكن تديني ليفه؟ احبال تعملها للزرع دي من الليف. تربط بيها القمح. حصل من الليف ده. ايوه. حصل. منها فوائد كثيره النخل كلها فوائد عقدها. منها فوائد كثيره. ده انت عارف وما كنتش عارف الحكايه دي يعني. لا منها فوائد كثيره يا عم النخل. يعني مش بلح بس. ده النخله مذكوره في القران. طب عايز النخل يعني ممكن يوقع على حد يعوراه. ممكن يوقع على حد. لو كبر ومال يوقع على حد. يعني هو عاوز العنايه من الاول انه تضيف زي دهواتي. عاوز التقليم عشان ما يحملش جريد ويوقع على حد ولا يأذي حد. طب تمام تمام يا المعلومات دهيتها يعني بعتوها للمزارعين اللي معاهم الجنايد. بس ودينا هنقلبه. يديك العافيه. انت شايف. جزاك الله يديك العافيه يا ريس. الله جزاك الله كل خير على المعلومات دهياتي. يلا تعوز حاجه من هنا؟ الله يخليك. يلا سلام عليكم. ورينا هتقطع لميها منظرها. والله يديك العافيه. عافيه يا احمد. عامل ايه؟ رايق؟